لو انت عايز تاكل كل انواع الاكل في نفس الوقت وتحلي بعدها كمان وتشرب اللي انت عايزه بسعر رخيص، هل في مكان ممكن يوفر لك ده؟ هنا في امريكا فيه، تعال اوريك. بافيه توبيا، يلا بينا. خش اخد طبق وبص بقى، هتقعد تعدي على حاجة حاجة. كمية الأكل اللي موجودة هناك كل ده أكل ني، أنت ممكن تديه للشيف يعمله. خضروات ولحوم وجمبري وأسماك، هو بيعمله على الجريل. كل أنواع المكرونات، كل أنواع الرز، كل أنواع الخضار المطبوخة. فراخ بكل أنواعها، خضار بكل أنواعه، لحمة بكل أنواعها. ودي بقى المفضلة عندي، كابوريا بالجبنة. وده جمبري معمول بطريقة ستافي جامد قوي. وده برضو جمبري كوكونات، انا بعشق الجمبري فلازم احط منه كتير. والكابوريات والجمبري الجامبو. عندك في الحلو في كل انواع الفاكهات، وفي كل انواع البودنجز والبسكويتات والحاجات اللي زي كده. وتاخد بقى اطباقك وتروح تقعد زي البرنس عشان تاكل. الاكل جامد جامد. تخلص اول طبق وتخش على تاني طبق، تخلص عليه على طول. تخلص تاني طبق، تخش على تالت طبق اللي هو فيه التحلية اللي انت عايزها. وده الحمام بتاعهم، جميل، مرتب، ريحته حلوة، وكل حاجة فيه منظمة زي ما انتم شايفين. طبعا ده مش لكل يوم، ده بيبقى في اليوم اللي انت عايز تدب فيه اكله حلوه، فبتروح تخلص على المكان وتملى معدتك. مش احسن حاجه طبعا يعني، ولكن بتقدر انك تختار من انواع اكل كتيره مختلفه انت ما بتاكلهاش على مدار الاسبوع. كل ده فقط ب 15 دولار الى 20 دولار. بتبقى 15 دولار قبل الساعه 12 الظهر، وما بعد 12 الظهر بتكون 20 دولار. البوفيه ده تقريبا موجود في معظم ولايات امريكا. هو هيباتشي بوفيه، يعني المسؤولين عنه بيكونوا كوريين، يابانيين، صينيين. بيقدروا ان هم يوفروا للناس الخدمه الحلوه دي. طبعا نظافه المكان والكواليتي بتاعت الاكل دي بتختلف من مكان لمكان، ومن مدينه لمدينه، ومن ولايه لولايه.